فالقربات هي كل ما يضعه الإنسان من أعمال وطاعات تقربه إلى رب الأرض والسماوات. الله تبارك وتعالى ذكر عن صفة بعض الأعراب، قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيرحمهم الله وسيدخلهم الله عز وجل في جنته والله تبارك وتعالى غفور رحيم. هؤلاء الذين أنفقوا بما أراد الله تبارك وتعالى من الطاعات وبذلوا أنفسهم لله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث القدسي المشهور المتفق عليه، وهو فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، فجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مثل ما افترضت عليه.